موتوسيكل صيني جديد ولا موتوسيكل ياباني قديم؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهارده جاي اتكلم عن حاجه الفتره دي قلبت الدنيا. اشتري موتوسيكل ياباني بقاله 10 سنين او 15 سنه ولا اشتري موتوسيكل صيني جديد؟ الاتنين بنفس السعر. اولا احنا لازم نفهم فكره الموتوسيكلات وايه اللي بيختلف في الموتوسيكلات الهاي برفورمانس، وايه اللي خلى الصين متأخرة جدا في ان هي تعمل موتوسيكل بصفات وبروح الموتوسيكل الياباني. موتوسيكلات الهاي برفورمانس او الاربعة سلندر بتكون موتوسيكلات معقدة من ناحية ايه؟ معقدة من ناحية الار بي امز، بتشتغل ار بي امز عالية جدا. خاماتها الدقيقة، ولما تلاقي مثلا موتور فيه أكتر من خامة، أقل تفصيلة بتفرق إن الموتوسيكل ده هيعيش 5 سنين ولا 10 سنين ولا 20 سنة. وأمثلة كتير جدا زي مثلا 954 محتاج حد محترف بيسوقه على طرق سريعة بس عشان الموتوسيكل فيه مشاكل ما في التصنيع، أو مش هنقول مشاكل ما في التصنيع، هنقول مشاكل ما في الاعتمادية. على الناحية التانية تلاقي موتوسيكل زي الاف 4 اي موتوسيكل اعتمادي جدا، بيعدي ال 200 ألف كيلو من غير ما يحل موتور. فانت هنا عندك موتوسيكلات بقالها تقريبا 50 سنة، يعني تكنولوجي شغالين بيها بقالهم 50 سنة، قادرين يطلعوا كم موتوسيكلات كبير جدا. هتيجي تقول لي يعني هم ما غلطوش؟ هقول لك لا، الياباني كان فيه غلطات كبيرة وكان فيه غلطات كتيرة، بس احنا اوريدي خلاص عارفين المشاكل دي. يعني احنا عارفين السي بي ار الالف الارنوب فيه مشكلة في الموتور بتاعه، بيبوظ بسرعة. عارفين ال 954 مش بتاع زحمة ومش هيجيب معاك خالص في الزحمة وهيسخن منك وهيبوظ. عارفين ان الاف 4 اي اعتمادي، والهورنت بوكسر الياباني. حاجات خلاص احنا عارفينها لان هي بقالها سنين اوريدي معروفة. طيب تعالوا نقول ان احنا بصينا لكل النقط اللي هي بتاعه الموتور، وان هم تعالوا نقول ان الصينيين خدوا كل الاكسبيرينس اللي بقالها 50 سنة دي وطلعوها في موتور او في موتورين في خلال 10 سنين. هقول لك ان اغلب الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق 3 سلندر، او اللي انا شفتها او اللي انا جربتها. مشكله التلاتة سلندر ان هو بيحاول يديك احسن حاجه على اقل امكانيات موجوده، فهتلاقي فايبريشنز اعلى، توب سبيد مش يعني الموتور مش هيبقى اقوى حاجه في التوب سبيدز، ممكن يديك تورك كويس بس مش هيديك توب سبيدز كويسه. ونيجي لنقطه ان هي الريلابيليتي، انا مش عارف الموتور ده هيقدر يعيش معايا قد ايه. هي كل حاجه اكيد بتاعت ربنا، بس انا مثقش ان انا اطلع بموتوسيكل صيني في المجمل امشي بيه 200 200 وشويه. واتكلم شويه في النقطه دي. لازم نفهم الفرق ما بين عقليه الياباني وعقليه الصيني كمصنع. اليابان لما بتعمل منتج في العموم هو بيمثل شعب او بيمثل بلد. اليابان لما تعمل موتوسيكل هو بيمثل بلدها. فهي بتحاول تطلع احسن حاجه البريسيجن فيها عاليه جدا، بيرفكت، تعيش سنين، يتقال في الاخر دي ياباني. على الناحيه التانية المايند سيت الصيني مايند سيت تجاريه بحته، هي عايزه تطلع اكبر كم من موتوسيكلات بأحسن سعر تغذي بيه السوق كله في كل الدول. فانت هنا عندك عقليتين مختلفين جدا. واحد عايز يعمل حاجة بيرفكت، واحد عايز يعمل حاجة سريعة الانتشار رخيصة أي حد يقدر يجيبها. هل الموتوسيكل موتور بس أو الريس ده موتور بس؟ لا، انت عندك موتور وعندك اي سي يو وعندك منظومة تبريد وعندك منظومة سسبنشن سيستم، عندك فيرنج، عندك حاجات كتير جدا داخل المنظومة بتاعة الموتوسيكل ده. الموتوسيكلات الياباني بقالهم 50 سنة بيكرافتوا أو بيعملوا الحنكة دي، إن هما عندك شركات متخصصة في الفرامل، عندك شركات متخصصة في الفوركس مثلا، شركات بخبرة كبيرة جدا 30 و40 و50 سنة. فهو حتى لو عمل كولاب أو مثلا طلع موتوسيكل جايب من مصنع فرامل معينة أو جايب فوركس معينة، فهو عامل لك كولاب، بس هو مطلع منتج في الاخر كل الناس اللي مشاركه فيه ناس بخبره كبيره. على الناحيه التانية في الصين هم بيحاولوا يطلعوا لك ارخص منتج واسرع منتج ان هو يخرج، فمش هتلاقي البريسيجن او الدقه دي في كل تفصيله الموتوسيكل. ممكن تلاقي مشكله في التبريد، ممكن تلاقي مشكله في الفرامل، ممكن تلاقي مشكله في السسبنشن سيستم. فانت عندك فاكتورز كتير قوي مش معموله بكرافت او بصنعه قويه. بعد كام سنه بقى انت اشتريت الموتوسيكل ده وعايز تبيعه، تعالوا ناخد اكزامبلز على اي موتوسيكل ياباني واي موتوسيكل صيني. الريسيل بتاع الموتوسيكل الياباني هيفضل ماسك سعر، مش هتلاقي حد بيبص قوي هو ده موديل 2000 وكام، هتلاقي حد بيبص على الحالة بتاعته والكونديشن. الموتوسيكلات الصيني انت مجرد ما اشتريت تلاقي سعرها نزل بشكل قوي جدا. انا بتكلم دلوقتي في السوق المصري، انا مثلا اشتريت موتوسيكل بكذا فسعره هينزل هيبقى كذا في خلال كام سنة. طيب هل هو بعد بقى كام سنة موتوره هيبقى كويس؟ الروح المختلفة في الموتوسيكلات الياباني، الموتوسيكلات الياباني ليها روح كده وليها طابع، كل حاجة معمولة ببرسيجن، حرفيا بيرفكت. انت سايق ماشين بيرفكت.
بتجري معاك، بتعمل معاك كل حاجة وهي متكاملة. الإحساس ده هتلاقيه ناقص شوية حاجات في الموتوسيكلات الصيني، ناقص الروح. محدش هيفهمها غير لو حد ساق كتير، هيبقى عارف إن الموتوسيكلات ناقصة روح وموتوسيكلات فيها روح وممتعة في السواقة. الوكيل، أنا عندي مشكلة كبيرة جدا إن أنا أروح أحط مبلغ كبير فوق ال150,000. فوق ال150,000 جنيه ده رقم. أما أروح أشتري سكوتر أو موتوسيكل من وكيل ما بيحترمش الناس وبينزل كميات قليلة وبعد كده ما بيهتمش اصلا بالمنتج كسبير بارتس، فانا جبت موتوسيكل واخد تكنولوجيا عالية جدا بس مش لاقي له حساس او مش لاقي له حاجة، فانت مش هتلاقي سبير بارتس. انا بقول ان انتوا مش هتلاقوا سبير بارتس الموتوسيكلات الغالية اللي نازلة دلوقتي دي. هيقولك هطلبها لك، ماشي انت هتطلبها لي، بس انت لو ما طلبتهاش بعد سنة، لان انت اصلا ما بتلتزمش، انت وكيل ما عندكش التزام، انت وكيل مش بتحترم الناس وبتتعامل معاهم على اساس ان هم سبوبة. هتقولي الموتوسيكلات الياباني ملهاش وكيل، هقولك ملهاش وكيل بس في استيراد. موتور باظ مني هروح اجيب سلندر، وموتور باظ مني هروح اجيب كذا، هعرف اتصرف، يعني هجيب موتور واثبته على الموتوسيكل، يعني مشكلتي محلولة. وعندك حرفيا كمية سبير بارتس جديدة، كمية سبير بارتس صيني. انت حرفيا الموتوسيكلات الياباني ليها كل السبير بارتس. وهنا انا بتكلم في نقطة، رايح اشتري موتوسيكل فوق ال200,000 جنيه، مش هروح احطها في موتوسيكل معلش حاطط لي فيه مش عارف ايه بينور وايه ال اي دي ومش عارف ايه، وتقول لي ادفع فيه فوق ال200,000 جنيه. لا، انا ما اروحش ادفع 200 فوق ال200,000 جنيه في موتوسيكل. انا وكيله عندي معاه مشاكل، مش انا شخصيا، انا قصدي كمصر عندها معاه مشاكل في ان هو مش بيلتزم بحقوق تجاه المستخدمين. فانا مش هروح اعمل ده معاك، زائد ان انت جيت سنه اتنين حصل معايا مشكله في الموتور، انت مش هتلحقني. طب انت لو ما لحقتنيش هل انا هعرف اصلحه بره؟ لا. ودي النقطه المهمه، انا اللي اشتريت موتوسيكل ياباني ظهر فيه عيب، مفيش توكيل هوندا مثلا هنا في مصر هيحل لك المشكله، بس عندك صناعيه كتير جدا يحل لك المشكله. ليه؟ لان انت السبير بارت اللي جوه هتعرف تجيبها، زي ما قلت هتعرف تجيبها استيراد، هتعرف تجيبها من بره، هتعمل اللي انت عايزه فيها عشان تجيبها وهتركبها والموتوسيكل هيبقى زي الفل. طيب انا اشتريت موتوسيكل صيني مش عارف ب 350 الف جنيه ولا 360 الف جنيه، وهوب حصل حاجه في الموتور. يا عم مش هقول لك ان هي مشكله من الموتوسيكل، مشكله سواق. الموتوسيكل حصل فيه مشكله في الموتور، هل الوكيل هيفتح الموتور ويصلحه؟ لا، ما عندوش القدرة الفنية ان هو يعمل ده. طيب هل هيطلب لك موتور من بره؟ لا، برضه مش هيطلب لك موتور. هيديك موتور؟ لا، مش هيديك موتور. فانت هتبقى عملت زي اللي راست على السلم، لا انت جبت موتوسيكل عارف تصلحه بره ولا الوكيل عايز يصلحه لك. فانا بوجه رسالة لكل الناس المقبلة على شراء موتوسيكلات غالية في مصر، ما تروحش ورا اي فيديوز بتقول الموتوسيكل ده حلو، الموتوسيكل ده جميل، الموتوسيكل ده كذا، الموتوسيكل ده كذا. لا، دور انت بنفسك يا باشا، روح بره دور شوف ريفيوز ناس سايقه الموتوسيكل ده معديه بال 10,000 كيلو. والموتوسيكلات الغاليه اللي بتنزل في مصر غالبا هتلاقي ليها ريفيوز بره عن ناس جربتها مسافات طويله، فتقدر تحكم تقول والله ده الموتوسيكل فيه مشاكل فايبريشنز، الموتوسيكل فيه مشاكل ان هو بيقطع كذا، بيحصل فيه كذا، تبقى عارف مشاكلك. ما تعتمدش على صانع محتوى داخل يقول لك والله بص الموتوسيكل والال اي دي والهوب والحكايه والرواق، فك خالص من الكلام ده. انت اعتمد على تجربتك انت مع الموتوسيكل، وبالاخص لو موتوسيكل ملوش وكيل حقيقي في مصر، مجرد مورد. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله هكمل في سلسله نصايح بايكرز واحاول انصحكم على قد ما اقدر. سلام.